صار في حرب بسوريا. لما بلشت الحرب حسيت إنه أنا ما بدي أحكي عن سوريا، ما بدي فوت بهذا الجدال، لأنه صار يجي يعني في أجندات بدها تمرق بالنشرات. أنا ما بدي، أنا لا مع ولا ضد ولا بدي أحكي. أنا بدي سكر الموضوع، ما بدي أعرف شيء. تعرف لما يكون حدا بتحبه كتير وبيتوفى وأنت بتنكر، لا بتروح بتزور القبر ولا بدك تشوف ولا بدك تعرف. فأنا صار معي هيك. النهارده معانا حلقة جديدة وهتبقى حلقة مختلفة تماما، هتبقى حلقة أنيقة. حلقة في الشياكة النهارده يا جماعة. النهارده معانا سماح وهبي. ايه رايك؟ كتير حلوة طالعة منك. ميرسي جدا. عن جد هنعمل لها اديت دلوقتي حالا. النهارده يا جماعة معانا سماح. بقالنا كان كذا مرة المفروض نصور معاها. انا متابع سماح بقالي فترة وبتعمل حاجة بجد مختلفة تماما، وانا بالنسبه لي حاجه صعبه جدا 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 جدا، عشان هي شغاله في نيش معين، في حاجه معينه. هي مؤسسه ديجيتال ماجازين اسمها The Jewelry Tales، تمام؟ وهي عن طبعا الالماظ، الجولري، كل حاجه. فهي بتعمل زي انترفيوز وبتنزل مع اكبر واضخم بجد براندز جولري انا ما اعرفهاش اصلا. فلما ببص انا بتعرف على الحاجات الجديده كلها اللي موجوده في العالم. بس برضو الكواليتي اللي انت بتشتغلي بيها سماح في حته تانية خالص 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 خالص. وهنتعرف عليكي النهارده الباك جراوند بتاعك من التلفزيون، صح، على دبي تي في وحاجات قويه جدا برضو. صح. فبجد شرف انت جايه مصر. اول شيء ثانك يو كتير على هالمقدمه. يعني يوسف كلامك كتير حلو، وانا لي شرف انه بعرف حضرتك، كمان تابعتك من زمان وبتمنى. اول مره حد يقول لي حضرتك على البودكاست. ده معجزه النهارده. لا انا سوري، بس متعوده انا از تي في بريزنتر انه دائما نعطي ايميل للجست اللي معي بالاستوديو، وهي اول مره انا بكون جست مع حدا، فيعني ما عارفانه بصراحه، الشعور غريب. لما ما تكون انت اللي محضر السكريبت، وبالذات ان احنا في كل حته عادي، مفيش رولز، مفيش اي حاجه، فالموضوع ممكن يبقى مختلف شويه بالنسبه لك، بس ان شاء الله هتنبسطي معانا. انا حانبسط. انا كتير من زمان حابه نعمل هيدا البودكاست. نحن كنا على اساس نعمله بدبي، صح، بس انت كان وقتك كتير ضيق، فانا صدفه اني اجيت على مصر فقررنا نعمله هون. وانا كتير مبسوطه اني انا موجوده بمصر. بقالك قد ايه ما جيتيش مصر؟ 18 سنه. واو، بجد والله. انا فاكرك بتيجي مصر دايما وانت نازله مصر كده. نو واي. انا لازم تعرف يعني في ناس ما بيعرفوا عني. انا كنت عايشه بمصر 2 سنين، كنت مذيعه بالاي ار تي. واو. اول ما اشتغلت بحياتي كنت تي في بريزنتر باي ار تي سبورت. اوكي. بين 2005. اوف. وقعدت 2 سنين، بعدين رحت على الجزيره، ومن الجزيره على دبي تي في، ومن دبي تي في على ام بي سي، وما رجعت على مصر مره ثانيه. هي اول مره بدخل مصر من 18 سنه. ايه رايك بقى في مصر من 18 سنه؟ واو بجد والله يعني انت جايه من دبي ايه. لا عليك انت بتعرف دبي، انه دبي فيها كل الاشياء اللي واحد بيحلم انه يعيش، الدلال والرفاهيه كذا. بس انا يمكن لانه الناس عايشين هون صار لهم فتره متواصله، لما واحد بيروح وبيقطع وبيرجع انا شايفه في كتير تغيير كبير طبعا، مش شوي يعني الصراحه. من الطرقات، من المباني، من شو بيقولوا كمان السيرفيسز كتير اختلفت. زحمة الشوارع خفت كتير. يس كتير. هلأ في زحمة بس ما تتقارن من عم بحكي لك 2006 2005. لا طبعا. كان يعني بتذكر لما نطلع على كوبري اكتوبر اخذ معي 6 اكتوبر اخذ معي شيبس واخذ معي انه عارفانه في ساعتين بقى معاكي بالظبط. انه في رحله، يعني نحن طالعين اليوم حنوصل ان شاء الله بعد 2.5 ساعات. لا مصر هتعجبك جدا، بالذات الحته اللي انت قاعده فيها في التجمع. هتروحي اماكن تحفه، وفي 6 اكتوبر في اماكن تحفه. هتنبسط كلها عن جد متغيره علي، وطبعا التغيير الاحسن، وانا مبسوطه لانه البلد بتستاهل انه الناس اللي فيها يعيشوا مضروا يروحوا على الرفاهيه، تجيوا لعندهم لانه بيستاهلوا هيدا. صح 100%. النهارده يا سماح انا اكتر يعني في كذا حاجه عايز اتكلم فيها. بس الحاجه اللي انا عايز ابدا فيها ان انت نقلتي من ممكن نقول موظفه في التلفزيون، صح، او بتشتغلي في التلفزيون، ان انت بقيتي انتربرينور، وحاجه بتاعتك وبقيت شركه. اكزاكتلي وبقيتي بروديوسر ودي او بي وكونتنت كريتور كل حاجه. طيب انا هحكي لك الرحله تبعي، بس ممكن نبدا من الاول. اوكي.
هقول لك انا الرحله تبعي بلشت من مصر. طبعا الي شو بيقولوا الشرف اني كمان انا بلشت بزمان كانت ART يعني اسم كبير، يعني انا بلشت دغري مع اسم كبير الحمد لله. انا دارسه صحافه، انا سوريه، بلشت دراسه الصحافه من سنه اولى، كنت بدمشق، واجاني شغل، انا صوتي حلو بالاذاعه، فكنت مع إذاعة راديو اسمه العربية ببيروت. كنت بين الشام وبيروت، وبعدين إجاني دغري أوفر على ART. فكنت لسه سنة أولى، يعني كنت إجي داوم وإنزل أعمل امتحاناتي. يعني كان موضوع لساتني كتير صغيرة يعني، بس الحمد لله بلشت كبيرة يعني، أو مع قنوات كبيرة، فأخذت big experience. ما كنتش ده ما خليكيش تقولي طب إيه لازمتها إن أنا أكمل دراسة أصلا؟ لا، لأنه أنا كنت بعرف إنه الشهادة مهمة، بس كمان العمل اللي أنا دخلت فيه كان كتير بصراحة أهم من الشهادة اللي أخذتها. الإكسبيرينس لما فتت على TV كبير، لما فتت مع ناس عملوا لي ترينينج ودربوني ووصلوني، كان كتير مهم. الحمد لله كنت محظوظة. بس أنا كمان من النوع اللي بيطور حالي، يعني ما بقيت مطرح ما أنا. دخلت ART كانت يعني حتى اللي كان عم يعطينا كورس كان مدرب المذيعين LBC بهذاك الوقت، وبدبي TV اسمه أنطوان كاسابيان لبناني، كانوا يجيبوه على القاهرة ليدرب المذيعين الكبار يعني. فكمان تلمذت على مصريين ولبنانيين وكذا، فأخذت الميكس الحلو من كل شيء. وكفيت ART، بلشت ART أفلام، بعدين نقلت على سبورت. بعدين قررت انتقل. يعني الفترة دي لما بدأت يا سماح كنت كان ايه تركيزك؟ كان تركيزك ان انت تشتغلي في التلفزيون، ان انت بس تحطي رجلك جوه، ولا كان في حاجة معينة انت عايزة توصلي لها؟ يعني كان عندك كام سنة تقريبا؟ كان عمري 18 سنة. فلسه العملية يعني ايه. بس انا وصغيرة من وقت انا كنت تينيجر انا بحب الصحافة. عم احكي لك على وقت الصحافة يعني اني انا اروح على حروب غطية، صوتي حلو بالإلقاء، العربيتي تبعي كتير قوية. فانا كنت احب الصحافة المكتوبة والمقروءة او الTV يعني، بس كصحافة مو انترتينمنت. فكنت بتابع القنوات الأجنبية العربية، الجزيرة، BBC، إنه شو عم يعملوا، شو هذا التقرير، شو يعني التقرير، شو يعني الانترو تبع النشرة. لا أنا كنت كتير صحافة. فأنا بالي من الأول إنه أنا بدي أطلع مذيعة أخبار، نيوز بريزنتر، وكتير جدية، وما في هذا الانترتينمنت اللي أنا فيه هلا أبدا ما كان موجود. بس لما اجتني فرصة كان قناة ART قلت بلشي، يعني مع قناة كبيرة حتوصلي. عشان هيك كفيت دراسة الصحافة. وأنا لهلأ بكتب، أنا صحفية وTV بريزنتر، سو هذا كمان ساعدني، لأنه في ناس بيعتمدوا بس على شكلهم، أنا شكلي حلو بطلعوا في مين يكتب لي النشرة. صح. بس أنا وان مان شو، بعمل كل شيء، بكتب برودكشن، بوست برودكشن، بكتب سكريبت، وبعلم مذيعين كمان، يعني مع خبرتي اللي بعدين صارت. لما فتت على ART قلت فرصة بتعلم من ناس كبار وباخد فرصة منيحة. بعدين قررت إنه لا، أنا I want to be news presenter. فرحت على الجزيرة، عملت كورس بالجزيرة، وبعدين إجاني أوفر يعني بين عندهم وبين دبي TV. يعني إجاني الخير إنه يا بتبقي عنا بالجزيرة يا بتروحي دبي TV. وده أنت كنت في مصر في ساعتها؟ كنت في مصر ولا لا، تركت مصر نهائي، سبت ART. حسيت إنه أنا بدي نيوز بريزنتر كون. وبتعرف كانت وقت الجزيرة هي نمبر 1. واصلا انا يعني لما درست صحافه بلشت نحن بناخذ قواعد الاساسيه من BBC، هيئه الاذاعه البريطانيه. كانت الجزيره معتمده على كل قواعد الكورسات تبعها من BBC. فانبسطت، يعني نفس الدراسات ونفس المصادر الاخبار وهيك. فرحت على الجزيره، ومن الجزيره اجاني اني كفي معهم او روح على دبي TV. بس دبي كانت وقتها مفتوحة أكتر. قلت إذا ما حبيت دبي TV فيني انقل في عندهم ميديا سيتي بقطر، في بس تلفزيون قطر وجزيرة، ذاتس ات. أنا كنت حابة التنوع، فرحت على دبي TV. على دبي TV في دبي طبعا، بدبي يعني. وهونيك قعدت بقى خلاص. دبي كانت كتير حلوة، وكان كتير فيها فرص، وفعلا ضليت قعدت فترة بدبي TV. بعدين
بعد فترة كان في بروديوسر بيشتغل بدبي تي في ومع MBC4 وشوبينج تي في كمان موجود، فهو جاب لي الأوفر. كان شكلي عاجبهم كبنوتة بتعمل بتقدم شيء شوبينج ومجوهرات وكذا، فحسوا فيني. هذا أنا ما كنت حاسسته، أنا كنت كتير نيوز وكتير يعني بحب كون جدية إنه هيك، وخاصة هدول آخر بتخلص النشرة بتعمل هيك بالقلب. الله إنه حكيت عن الحرب والدمار وكذا، فلازم أعطي هذا البوز. تحفة. وكان ليجي أصلا في الفاشن بقى في الحتة دي خالص؟ اشربي خدي روح اشرب. ما كان إلي لك كيف النقل اللي ساعد الموضوع. أنا كتير حابة كنت تابع CNN BBC. أنا كتير عندي هوس بهدول المذيعين والبرايم تايم اللي بيجيبوا سياسة. أنا أول مرة أقعد مع حد يعني مهووس للدرجة دي بحتة النيوز، أول مرة فبجد سوبر انترستينج كتير. أنا بحب يعني أقول لك كنت مهووسة فيه وبالصحافة الحقيقية، وأكتب وكنت أكتب مع مجلات وجرايد كمان. بس اللي ساعد إني انقل للإنترتينمنت لما إجاني الأوفر، صار في حرب بسوريا. لما بلشت الحرب حسيت إنه أنا ما بدي أحكي عن سوريا، ما بدي فوت بهذا الجدال، لأنه صار يجي يعني في أجندات بدها تمرق بالنشرات. أنا ما بدي، أنا لا مع ولا ضد ولا بدي أحكي. أنا بدي سكر الموضوع، ما بدي أعرف شيء. فانبعدت عن النيوز ونقلت على الانترتينمنت. حتة صعبة دي. كانت بعز علي اقرا اخبار عن سوريا، مع انه انا ماني عايشه فيها، بس ما بدي احكي شيء عنها وما بدي اشوف شيء عنها، ولا بدي اشوف النشره لانه انا بكتب الاخبار، ولا بدي اشوف مشاهد. والفيسبوك وقفته كذا، ما بدي اشوف يعني صار عندي عم بنكر الواقع انه لا ما في شيء هونيك، لا ما صار شيء. واو. ايه اتجهت للانترتينمنت وصرت ما بسمع يعني، حتى ما بخلي حدا فوت عن نحن مسميها نيوز روم. ما بدي اسمع شو صار، ولا سمعت الخبر لا ما في شيء. بتعرف لما يكون حدا بتحبه كتير وبيتوفى وانت بتنكر، لا بتروح بتزور القبر ولا بدك تشوف ولا بدك تعرف. فانا صار معي هيك بسوريا، فشجعني اروح على الانترتينمنت. في الفترة دي طبعا يعني انت لما بتبصي على اللي حصل والطريقة اللي انت كنت بتفكري فيها في الفترة دي، دلوقتي بتشوفيها ازاي؟ بتوقع انه كان قرار حكيم، لانه في ناس كتير صحفيين سوريين او مذيعين او بروديوسر انجروا وراء قصص ندموا عليها طول عمرهم، سواء مع اي صف يعني. بهديك الفترة كان بدهم اي مذيع سوري يحكي عن سوريا وبينفتح له سالري اللي انت عايزه، بس تعال احكي. وانت خدتي القرار ده عشان انت مش بتجري ورا الفلوس، مش هي دي الحاجة اللي انت بتجري وراها. لا وانا كتير حيادية يعني، انا بحياتي بشكل عام وبالاخبار، لاني انا بنت النيوز وبعرف كيف تنكتب، انا كتير حيادية. فانا I cannot انه ما اكون حيادية. والمشهد مانو بهديك الفترة المشهد مانو واضح. شو ما حينكتب مانو صحيح، لانه انا بعرف يعني انا من قلب الاخبار I know انه مو هلا بتحكم على الامور، يعني خاصة بالحروب وكذا ما فيك تحكم عليها لحظتها، بدها وقت صح لحتى تعرف مين الصح ومين الغلط ومين كذا. فأنا لما بحس إنه الموضوع مو مزبوط بنسحب برجع لورا. لا مو أنا اللي لازم أحكي، لازم حدا تاني يحكي، لازم راقب لا أحكم. وللأسف هونيك أنت لو ما أنت مثلا كاتب النشرة بس أنت عم تطلع تحكيها، فالناس بيقولوا هو قال هيك، هي قالت هيك. صح، باسمك أنت الفيس بتاعت يعني شو بيسموه هو بتحرق حالك. صح. تنحسب على قصص. فقررت ساعد الموضوع اني بعد، يمكن لو ما كان في حرب سوريا كنت كفيت بالنيوز وكذا، بس ساعد الموضوع اني بعد عن الانترتينمنت عن النيوز. فالنقله بقى الانترتينمنت خدت منك قد ايه ان انت تأدبتي على ده؟ يعني كتير تعبت كتير نقلت. كان شكلي واسلوب ادائي ظريف حبوه، بس كنت احكي فصحى وهذا الشيء ضايقهم. يعني وقفة جدية تبع النيوز، ونحن MBC4 اسمه برنامج عالم التسوق. ضليت معهم 12-13 سنة. أنا ما كنت بعرف حالي إني أنا شاطرة بالشوبينج أو بالفاشن والجولري. أنا نيوز يعني، أعطيني تقرير بكتب لك تقرير، أعطيني كذا. هن شافوا فيني شيء أنا ما بعرفه. تعبت كتير يعني. كنا نصور الحلقة نرجع نعيد إنه سماح اللي حكيتيه هي كلمة كتير فصحى،
خففي، احكي بلغتك، انه اوكي نرجع نعيد وقفتي والجاكيت تبعي رسيلي، لا مو هيك، كوني انعم. فانا بالنسبه لي الانعم هي مياعه، يعني ما في شو بسموها بمصر بياعة شغالة. إيه انه لا لازم تكوني جدية. انا ورا الكاميرا كتير لطيفة ولافلي وكذا، بس قدام الكاميرا بحس حالي عم بدخل على بيوتهم. لازم اتعلمتها من النيوز يعني. ما خدتي تريننج يعني من يعني كذا تريننج وكذا مع اكبر اسامي مع اكبر ناس. حتى ابتسامة وقت تبتسم يعني يعني حتى كان استاذي بالجزيرة فيصل قاسم، يعني كان اسمه كبير هلا باختلاف شو هو توجهاته، بس كانوا قاسيين معنا يعني، عرفت كيف؟ لما صرت احكي هيك عادي كأنه غريب، موضوع غريب، لا لازم ارجع احكي فصحى. فاخذت معي فترة يعني شي سنة لحتى صرت انه اي خلص عارف انه ما كنتش شايف ان انت لا انا خلاص انا في خلال السنة دي قلتي لا انا هوقف؟ جاتلك لحظة تقولي انا لا انا هوقف مش قادرة اكمل؟ لا ما اجتني، بس دربت حالي اكتر يعني لانه كان المشاهدات عالية، يعني هن يشجعون انه الناس عم تشوفها كتير، ناس بتحبها كتير، فمعناتها انا ماشي على الطريق صح، طريق حلو. بس عملك ما كنت مكتشفة حالي انه انا شاطرة بهذا الموضوع. وانا هون كنت بس عم بحكي لك، كنت لما كنت بالاخبار كنت بروديوسر وبريزنتر. لما اجيت على الانترتينمنت بلشت اعمل كمان تي في بريزنتر بروديوسر، بس للفاشن، وانا ما بفهم كتير بالفاشن كنت يعني. اوكي. فكانوا مدراءنا ايطاليين، كان مديرتي ايطاليه اسمها دانييلا روسي. جميل. فكانت دربني انه هيك بدك تحكي، هيك بدك تعملي. وفعلا صارت يعني لما انا اطلع نحكي عن المجوهرات او الساعات تصير السولد اوت لما تطلع سماح، بس لما يكون في مذيعين تانيين لا. أنا برج العذراء، نحن كتير بنحب كل شيء يكون مرتب ومهفهف ونظيف وحلو. والسوشيال ميديا بتاعتك فعلا كده يعني حتى الفيديوهات بتاعتك فعلا كده يعني. سبحان الله ان هو جه معاكي في الحتة دي بتاعتك. اكتشاف يعني، هن اكتشفوني. لا ايه عن جد لقوني برتب كتير الامور، باخد الكذا، بنتبه على الميوزك، بنتبه على الشوت فريم باي فريم، مع انها دي مش شغلتك اصلا. لا مو شغلتي. بس انا لا اتعلمت بالصحافه. نحن بهذاك الوقت كان اسمها ميديا، بس تخصص اذاعه وتلفزيون. يعني انا بسجل في او وبعمل بنفس الوقت بروديوسر لمذيعين تانيين، وانا تي في بريزنتر وفي او. حتى بهاي الفتره السنه لما كنت عم بشتغل معهم كنت في او اعلانات. ما بعرف اذا كنت تعرفها قناه اسمها فتافيت بهديك الوقت. فتافيت كانت عاملة اسم كتير كبير، هن بيعملوا فيها وصفات أكل وكذا. فأنا اشتغلت معهم إعلانات بصوتي لنسلة ل3 سنين، يعني صوتي كان كتير معروف بأماكن، بإعلانات بدبي بصوتي، بالمولات هي. فكنت بشتغل كل شيء، في أو بروديوسر تي في بريزنتر وبكتب سكريبت رايتر. فعندي المواهب، بس عرفت اللي هي مفرقة هون وهون وهون. في المواهب دي يا سماح، في حاجة انت احسن من التانية، وفي حاجة بتحسي ان انت لا مش شاطرة فيها قوي فمحتاجة تقويها؟ لا مو انا بحس حالي بالعكس. لما تكون انت تي في بريزنتر وانت كاتب السكريبت بتعرف كيف توصله صح. يعني انا بكتب سكريبت بعطيها لمذيع او مذيعة ما بيعرفوا يوصلوا مثل ما انا بوصلها، لانه انا كاتبتها. وهي قوة المذيع لما يكون هو بروديوسر. صح. يعني مع احترام المذيعين، في كتير مذيعين بتعطيهم بروديوسر سكريبت بيقروه بدون ما يحسوا فيه، بيقروه قبل البرنامج او ممكن واحد عادي مش هيفهم، بس انت بتشوفيها بتبقى انا لا عارفاني انه بدي اضغط هون، بدي ستريس على هاي النقطة، هاي بدي اسحبها. في كمان كتير مذيعين ما بيقروا غير على السريع. احيانا الجست بيجاوبك على السؤال اللي بعده، بيرجعوا بيسألوا السؤال اللي بعده. لما بتكون بروديوسر انت بتكون كتير فوكس على شو عم يحكي، وانا امتى بدي اساله السؤال، يعني مثل ما يقولوا حافظ مش فاهم. ايوه. اما انا بكون قاعده مع الضيف عارفانه، نحن درسنا اذا عم يهز اجره، اذا هيك بيعمل كده معناته متوتر، اساله السؤال اللي بعده. اذا عمل هيك معناته هيك. هي كلها درستها. لانه بتدرس حتى لما تستضيف سياسي كبير بدك تحرجه، فبتساله سؤال، برجع بتساله السؤال، مثل مناورات الحرب يعني. ايوه. لما بتكون بروديوسر مذيع بتكون انت اقوى جدا، بتكون متحكم بكل شيء. لما تكون مذيع بس
بتكون قوي بس مو بقوة تكون انت فاهم وعم تسأل بنفس الوقت. صح. وممكن نقول ان ممكن يبقى ده من اسباب النجاح البرنامج بتاعتك في حته الجول. يا اي كله وصل. انا قلت لك كنت بسجل اعلانات بصوتي. انا كمان اشتغلت دوبلاج مسلسلات تركيه بالسوري 9 سنين. هاي المسلسلات التركيه اللي انشهرت هاي. انا بعرف اتحكم بصوتي مزبوط، بعرف الكاميرات والاضاءه وكذا، بعرف اكتب سكريبت. كله اخذته الخبره هاي اللي بدي اقول لك يعني بعد ما قعدت كل هالفتره بالتي في وتطورت وصرت الهيد اوف جولري اند فاشن بالتي في، بس حسيت لسه في نقص بالسوق. هذا اللي خلاني افكر بذا جولري تيلز انه انا كيف ليه بدي طلعه. وانا صحفيه كنت بشتغل فريلانس مع اهم مجلات سيدتي، زهرة الخليج، هدول البيج ماجازينز بالجولف اريا. هون فكرت انه في نقص. لما طبعا بلشت من زمان، عم نحكي من 10 سنين 12 سنه، ما كان في قوه الفيسبوك والسوشيال ميديا مع الوقت حسيت انه خلص التي في عم بيموت. we have انه نحن نروح للديجيتال. يعني انت شايفه من بدري. بتعرف ليه؟ لانه نحن شوبينج تي في بنعرف بيبين عنا اذا الناس عم تشتري وعم تشوف ولا لا. يعني كان عنا دائما بتبصوا على الداتا كويس، الداتا والاحصاءات انه اوكي بلشت المشاهدات تقل، بلشت الاوردر تقل، غير البرامج اللي هي مفتوحه بدون ما يدرسوا هيدا الموضوع. نحن كنا دارسين السوق اكزاكتلي. انتوا شغالين ماركتينج لايك اي كوميرس. انتوا بتعملوا ماركتينج اي كوميرس بس على التي في. او بعدين عم احكي لك اول قناه شوبينج عربيه. انت كنت عايش بكندا اي نو اي ثينك يو نو كيو في سي و اتش اس ان. ايوه نحن كنا كوبي بالعربي. نحن كنا عارفانين من هيديك الايام انه الناس اللي عم تشتري منها هن بلس 40. النيو جنريشن بطلوا يحضروا تي في ويشتروا. انا ليش بدي بروح على المول او ليه بدي اشتري ساعه الماس من تي في؟ يمكن ما تكون حلوه، بدي اروح اجربها على ايدي. نحن اللي كانوا تابعونا الليزي بيبل انه اوكي يلا بنتصل بس نيو جنريشن ما عطوا هيك خلص. نحن كنا حاسين بالسوق قبل اي حدا انه لا الناس صارت تسال، صار في سوشيال ميديا، صار في جوجل. انت عم بتقولي لي بهذا بالمبلغ كذا بس حلاقي ارخص، حروح على سويسرا اشتري، ليش انا اشتري من تي في؟ واو. كنا عارفانين وكنت انا عارفه. نحن از بروديوسر بعد كل حلقه بيبعتوا لي تقرير كامل انه ام بي سي انشرى منا كذا، ام بي سي 4، نحن ام بي سي 2، ام بي سي دراما عنا كذا. يعني الحلقه بتطلع على كل القنوات. احنا عايزين نشرح يا سماح اكتر الشانل بتاعت الشوبينج دي عشان الناس تفهم. يعني انت اتنقلتي من فين لفين، ممكن تشرحي لهم الشانل كانت عباره عن القناه كانت عباره عن يعني اشرحي لنا كده ازاي الواحد. طيب انا دلوقتي بتفرج على التلفزيون فاتح القناه سماح بتتكلم على ساعه الماظ. صح ايه هلا حقلك. نحن هي ام بي سي 4 وقناه اسمها سيتروس كانوا بارتنرشيب ببرنامج اسمه عالم التسوق. اوكي شوبينج يعني شوبينج شانل او بروجرام. فبيطلع على تي في بنجيب برودكت سواء whatever kitchen home jewelry fashion، وبنحكي عن البرودكت بالتفاصيل، بنجربه، بنحكي عنه من وين جاي، وبنحكي الهيستوري تبعه، وفي رقم بيتصلوا فيه وبيصلوا البرودكت. هلا طبعا نحن تارجتينج تبعنا الخليج، السعوديه نمبر 1، مصر قليل شوي بس في مصر والمغرب ولبنان وكل العالم العربي. So this is the one and only shopping TV بالعالم العربي. كانت كنا نحن تحت إدارة MBC وتحت إدارة كمان what it's called 2 شركات، واحد بلجيكي وواحد ألماني اللي هن أخذين من QVC. So كانت كتير ناجحة، كانت نمبر 1 قبل ما يفتح السوشيال ميديا، قبل ما يكون في شيء اسمه فيسبوك وإنستغرام، لأنه كانت only things خاصة بالسعودية كان صعب يروحوا الستات على المول كذا، ما كانوا يقدروا يسوقوا، بدهم يستنوا الدرايفر يجي ياخدهم ويجيب. فكنا نمبر 1 وشو ما جبنا برودكت يكون واو وسولد اوت، وما كان في كتير سورس لأنك تسأل وتقارن وكذا. So this is the one وبتوقع كل العالم العربي بيعرفها ال word of shopping. آخر كذا سنة أو بنحكي لك يعني من شي 6-7 سنين بلشت تقل الأوردرات إلا ببرودكت معينة، يعني لأنه صار في سوشيال ميديا،
صار الناس تعمل بالسوشيال ميديا انفلونسر تحكي عن برودكت كذا، فتحول الموضوع من تي في يروحوا للديجيتال بالأعمار اللي هن under 40. اوكي 40 بلس ما كتير بيحبوا أو ما بيصدقوا الأونلاين شوبينج. اوكي عرفت كيف؟ فكان من تي في شوبينج بلشوا الناس ينتقلوا للأونلاين شوبينج اللي هي المواقع مثل شي ان، مثل كتير قصص امازون بس ما كان كتير قوي بلش يشتغل. صار في شيفت بقى للنيو جينيريشن انه انا اشتري اونلاين. هون انا شفت النقص لانه انا يعني بعمل كل التفاصيل من الاي تو زد، ماني مذيعه. حسيت انه لا انا ما حقدر كفي هون او التي في رح يموت، عم يموت. دي ما كانتش مخوفاكي؟ كانت مخوفتني وعرفت انه انا حاتعب فيها فتره، بس لبعدين حيكون انا الوحيده. حاولتي تنكري ان ده هيحصل؟ تي في انه حيروح ان الارقام بتنزل؟ لا هي الارقام بتنزل، هتطلع تاني ما تقلقش. حاولتي عشان لغايه النهارده حاسس ان في ناس بتنكر ان السوشيال ميديا مهم. انا ما كنت عم بنكر، بس هذا الخلاف اللي صار بيني وبين تي في، هن كانوا عم يحاولوا يضل فوكس على تي في، انا اقول لهم لا we have to shift to social media. هن لا لساتنا ام بي سي ولسه بنطلع مصاري من الشوبينج. انا كان خلافي لا، انا كتير اب تو ديت، انا بحب اتطور، انه اوكي نغير هي ونجرب هي نجيب هدول. بعدين صاروا يستعينوا بالانفلونسر يطلعون على التي في ليجيبوا ايوه يزود ما خلص، ما هن عم يطلعون نقلب نحن كمان سوشيال ميديا. صح. هن لا ما كانوا مقتنعين او الاثنين، يعني نعمل الاثنين، مش لازم حاجه واحده، الاثنين صح. بعدين فجاه تعالوا نعمل تيك توك، ما هو ما مو هيك وبعدين هيك، يعني جنان القصه، يعني من كذا نطوا جنوا. لا في بالانس لازم يكون، وخاصه انت لما عم تبيع برودكت انت بدك يكون عندك مصداقيه من الناس اللي عم تشوفك. كان عندهم برودكت حلوين ولجولري بس منهم هاي اند. هون أنا بلشت النقلة تبعي، قلت لا، في كتير انفلونسرز بيعملوا كل شيء. أنا ماني انفلونسر، بس أنا اشتغلت مع تي في تبعي، عملت كتير شغل مع انفلونسرز، وبصراحة مع احترامي إلهم كلهم، في كتير ناس مو فهمانين شو عم يطلعوا، عم ياخدوا مئات الآلاف ليطلعوا معنا جيست ومو فهمانين البرودكت شو بيشتغل. هم بس طالعين أنا عم حفظهم، احفظي قولي كذا أو احفظ قول كذا. بعدين قلت انه لا، في شيء غلط والبرودكت منه مهم. طب سماح، انت بتعرفي انت صحفيه، انت بروديوسر، انت اصلا بتجيبي كرو كامل، يعني انا مسؤوله عن كرو كامل، ماني بس مذيعه، انا بعمل كذا وكذا وكذا. ده سماح بتكلم نفسها دلوقتي. ايه، فانه انه شو اللي عم بيصير؟ لا، وهدول اصلا الانفلونسر اللي عم يجوا بيعملوا كل شيء، يعني يوم بتلاقيها مثلا بتروح على مطعم، يوم فاشن، يا بعد وشو بيجيب لنا مصاري بنروح عليه. صح. اي حاجه بتجيب فلوس انا اروح عليه، ما في مصداقيه، مين بيدفع لي اكتر بروح. والناس دلوقتي بقت شايفه ده، الناس اللي بقت تتابع انفلونسرز بيبيعوا لهم اي حاجه، خلاص الناس بقت قفشاهم وعارفين لا ده انا مش هثق فيه، ده بيبيع لي اي حاجه. فالناس بقت عارفه، الناس بقتش غبيه، الناس بقت عارفه كويس جدا اللي بيحصل. لازم يكون في تخصص، تتخصص بشيء. بلس مثلا كتير مثلا في ناس حتى تجميل، كل يوم تعمل عمليه بمطرح، يوم تعمل، يعني في هبل بالموضوع. بعدين فجاه مطاعم، بعدين فنادق، بعدين طب انا كيف بدي صدقك؟ معناتها اللي عم يدفع لك عم تروح لعنده، او اللي عم يدفع لك عم تروح لعنده، ومحتوى غريب فانا قلت لا سماح، انت درستي صحافه، انت عندك باك جراوند كتير قوي، انت you know how to do this video interview. قعدت طلعت هيك، انا خبرتي 12 سنه بالمجوهرات. انا ليه ببيع بالمجوهرات؟ مو لانه قطعه حلوه، اكيد انت اذا بتحط هلا على ديسبلاي ساعه الماس الناس حتعجبها. طب انا شو دوري؟ انا بربط لك بقصه عاطفيه تخليك تشتريها، انه هي your wife, your girlfriend, your mom حتحبها لما تلبسها، حتتزق العاطفه اللي عم تلعبها او الحكايه ورا البراند. فطلعتك قلت معناتها انا قصه الكولكشن او قصه البراند هي اللي عم تربط المشاعر. انا عم بلعب على مشاعر، انا ما عم صنع اي برودكت، بس انا عم خليه ايموشنلي انه اقول انا بدي هاي اشتريها.
فطلعت معناتها البراندز او نحن اذا بدنا نحكي عن براند بدنا نحكي عن قصصهم وحكاياتهم، عشان هيك سميتها حكايا المجوهرات او ذا جولري تيلز، اللي هي ستوري تيلينج تبع براند، تبع الكولكشن. قد ايه خدت وقت منك ان انت تطلعي بالاسم ده بقى؟ والله اخذت له شيء مو كتير، شيء كنت عارفانه انه الموضوع فيه قصه ورا كذا. اخذت معي 10 ايام، كنت قاعده هيك قلت لا انا ورفيقتي انا بقول لها تعي بدي اعمل هيك موقع. اول شيء فتت اشتريت الاسم قبل ما اعرف شو بدي اعمل، ورد رحت اشتري الدومين اسمه The Jewelry Tales. قعدنا هيك سرنا وطلعته. المهم رحت على جو دادي دفعت حقه وقعدت هيك اوكي هلا بنكتشف شو بقى عندي شركه خلاص، انا كده بقيت شركه. ده انا على فكره عندي بتاع فوق ال 500 دومين. والله كل ما يجيني فكره في حاجه اروح اشتري الدومين على طول قبل ما اعرف هي ايه اصلا الفكره هتبقى عباره عن ايه. وبتعرف مدري شو يعني لما اخذته هيك مدري شو قلبي عمل انه انا صار عندي، وسميته The Jewelry Tales by سماح وهبه لانه الناس رابطين بسماح. طبعا بيرسونال براند قويه. وحتى عملتها هيك صغيره لانه انا later on بدي الماجازين تصير اكبر مني، اكبر من اسمي، يعني ما بدي انا اسمي بس لفتره. بعدين لما اخذتها هيك قالت لي رفيقتي شو بدك تعملي لوجو؟ لا I don't know، بدي شيء مثل شانيل، بدي شيء مثل تيفاني بس لون البينك لانه انا بحب البينك. بس فيري شيك. ايش جايب شطه فيك برضه؟ يا بتهرجش. موبايلي بينك وبحب هيك البيبي بينك اللي كتير رايق. وقالت لي بدك تحطي لوجو دايموند كذا. لا 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 فيري شيك. سانكارتيه ما بتلاقي يعني تيفاني كلهم اسماء ولون تيفاني، لون تيفاني كذا سوبر إليجنت. يعني بس اخذت الاسم ولسه ما فكرت شو بدي. بس انا عن هالسنين عم بعرف انه في نقص. ليه؟ لانه في ماجازين، اول شيء كمان البرنتد ماجازين عم تموت والتي في عم يموت. صح. هلا كل شيء عم ينجح هو الديجيتال اونلاين. سألت انا بدي اعمل ديجيتال ماجازين بقصص وحكايا البيج براند بطريقه فيديو بروفيشنال، مو تصوير موبايل انه نحن رحنا وكذا واليوم. بدي اعمل لقاءات مع البيج براند نحكي عنهم، قصص نجاحهم، قصه كولكشن ببلدهم. يعني انا بروح على سويسرا بصور، يمكن شفت فيديوهاتي بساعات معامل سويسريه كيف بيصنعوا ساعه سويسريه، رحت صورت عندهم. كنت لسه عارفه هتعملي فلوس ازاي ولا كل ده انت عماله بتفكري ازاي هتدي فاليو بس للناس؟ يس لك بالاول لك انا تعبت يعني على الموضوع، ما كان سهل. انا اخذت لون. واو. يعني لما اولا احنا انت ما قلتيش انت امتى سبت شغلك اساسا؟ اوكي بفتره ال 2020 قبل الكورونا كنت عم فكر فيها. يعني بلشت اخذت الدومين. قلت انا اخذت اللون، كنت لساتني بالشغل وخف الشغل علينا. يعني ب 2020 اجت الكورونا. بعرف بدبي نحن منعونا من يعني 3 شهور الا اعطونا اكسبشن للتي في انه نحن نقدر نطلع عنا تصاريح بيرميشن نطلع باي وقت بنشان التصوير. كان عندي جود وقت بروح على استوديو بصور من الصبح للمساء، برجع يومين ما عندي شيء، برجع يومين عندي يعني روتيشن للتصوير. لذيذ. صرت انا بلشت اكتب شو الكونتنت اللي حينزلوا على الويب سايت اللي هي The Jewelry Tales. انا بدي اعمل حكايه المجوهرات، حكايه الالماس، حكايه اللؤلؤ، حكايه الساعات، فبلشت اكتب الانترو تبع كل سيكشن. هون انا كنت سحبت اللون. بعدين قلت شو الفكره اللي حاعملها. انا اول فتره انا معروفه كتيفي بريزنتر بحكي عن جولري، بس الماجازين منا معروفه. فانا قلت بلش اعمل ريفيوينج للجولري وصورهم على حسابي ونزلهم بالماجازين، وهن كمان they can share الكونتنت عندهم. تحفه. رحت لعندهم. تحفه. فهي يا جماعه خدوا بالكم من الحاجات اللي هي بتقولها دي يا جماعه واسمعوها كويس. فهي عشان تبدا، عشان تكبر نفسها اسرع، بتعمل كونتنت بروفيشنال تحفه هاي كواليتي لبراندز معينه هيبقوا عايزين يشيروه عندهم، وهم عندهم اوريدي فولوينج قوي جدا. فده هينقل الفولوينج بتاع البراند ده للمجازين بتاعها. صح اكزاكتلي. وحيستفيدوا من الكونتنت لانه عم جيب بروفيشنال فوتوغرافر عم بعمل الارتيكل عن ريفيوينج ذا كولكشن، حيستفيدوا منه كانهم عملوا شيء فور فري. طبعا. بس انا اسمي حيكبر على دي حاجه هم اولا دي حاجه ممكن يدفعوا فيها الاف او
في ملايين، صح. وساعات ما بتطلعش زي ما هو، يعني لما يشوفوا حاجه طالعه وتبقى حاجه كويسه هم ما يقدروش ما ياخدوهاش. exactly. بالعكس انا they really thank you. هلا اول شيء رحت على كذا براند انا بعرفهم، قلت لهم I don't need I need بس this collection او هيدا الست. وبتذكر اول ست صورته حقه $500,000 درهم واو. اللي اخذته. قالوا لي نحن ما عنا حتى حدا يطلع معك. قلت لهم نو وريز، تركت ماي اي دي عندهم واخذته. رحت على الست قوي. اي نحن عنا هيك بدبي، اذا بدك يا بيبعتوا لك تيم يا بتترك الاي دي. طبعا لانه انا معروفه يعني مو انه اي حدا بيجي سو they know. بتترك الاي دي. قلت لهم $500,000 اخذته لانه كنت حابه اعمل بوم هيك، البس طقم الماس خطير. ورحت عند اهم مصور بالامارات. بتعرف انه نحن عنا الفوتوشوت غالي، منا رخيصه. الحاجات بروفيشنال طبعا، وبروفيشنال الجولري غير اي بروفيشنال عادي، لانه لازم تتضوء، لازم تاخدي الحاجه ايوه لانه بيعمل لها اديت اصعب من اديت الفاشن او الميك اب. واو. لانه لازم يضوي الدايموند، لازم يظبط الالوان، كلر كوركشن بعد الفوتوشوت. فاخذتهم وبلشت اعمل هيك، روح عند البراند قل لهم اعطوني، انا ما بدي منكم شيء، انا حاعمل بيكتشرز حاعطيكم اياها انتم استخدموها. ودي حاجه مهمه جدا. ليه يا سماح ما عملتيش تروحي البراند تقول له انا عايزه فلوس عشان اعمل لكم ده؟ لانه انا لسه جديده. بتعرف انت كمان بتعرف هذا الشيء، لما انت عم تبني اسم I know I'm a TV presenter بس انا عم بسوق للماجازين بالضبط. انا عندي 15 سنه خبره و20 سنه خبره، وبرضه تروحي تعملي حاجات ببلاش. exactly. اول بقول لك انا الماجازين هلا صار عمرها 2.5 سنين ما شاء الله. exactly. سنه وهي طيب. thank you. so 2.5 سنين اول سنه انا دفعت منيح، يعني انا invest فيها كتير، بس على مستوى يعني عملت كونتنت حلو، عملت فوتوشوت لكذا شيء، عملت برومو للماجازين. I will show you إذا بدك البرومو كمان بورجيك ننزل الحاجات دي. نبقى ننزل كل الحاجات دي. برودكشن قوي، جبت ابو ظبي ميديا صوروا لي برودكشن، اخذتهم على فيرزاتشي، بالازو فيرزاتشي بدبي اذا بتعرفوا. صورت عم بحكي عن ذا جولري تيلز، شو هي هاي الماجازين. عملت انترفيوهات مع مشاهير عم يحكوا عن مجوهراتهم، دغري عملت سيكشن اسمه مجوهرات المشاهير من شان تو شير وجيب الفولورز تبعه. تحفه، كله على حسابي. تك 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 دفعت اول سنه. بعدين قد ايه بقى براند اكويتي انت عماله بتبني؟ قد ايه البراند بتاعك زي ريل استيت؟ انت قد ايه عماله؟ بعدين هاي الحلاوه لما لانه انا كمان بروديوسر، فاي نو انه الصوره ب1000 كلمه. يعني انا فيني اجي بيعك حكي نحن عنا بالتي في ورجيني بايلوت شو عندك، شوف هذا هو الكواليتي اللي انا بقدمه. فبيسكتوا هي 30 ثانيه برومو. فلما رحت بعدين على براند بعد ما عملت كونتنت بس حطيت اجر على اجر this is شغلي، بدكم تشتغلوا معي ولا لا؟ ايه كنت تدفعوا مصاري. بس بعد سنه وقد ايه شغل؟ كام ساعه شغل وقد ايه وفلوس وكل ده ريسك وانت ما بتعرف لما انت بتشتغل لحالك غير لما تكون امبلويي. يعني انا كنت اقعد لل5 الصبح اكتب، مع انه ما في حدا يقول لي اشتغلي ولا، وانا لازم رد على الايميل وانا لازم اعمل كذا، وانا لانه انا لازم اجيب فلوس لنفسي. صح. ما عاد مثل الاول اوكي انا عندي سالري بقى هذه الحلقه ما طلعت اليوم تطلع بكره، بوست برودكشن ما فاضيين اليوم، نفتي موظفه انا اي دونت كير. لا انا تعبت عليا وما رضيت قلل الكواليتي. يعني كذا حدا يجي يقولوا لي مثلا في براند كذا بدهم يعملوا كي مبلغ صغير، الا نو اي دونت. انا يا بدي ضل فوق، اذا نزلت رح انزل خلص. ودي حاجه انت قلتيها كذا مره، لما لازم يبقى الكول فاليو بتاعك، الفاليوز بتاعتك ما تتغيرش. قد ايه ده مهم يا سماح عشان الواحد يبني، وان هو مش يبني اي حاجه، ان هو يفضل لو حد عايز يبقى فوق. اي وما أنا سهله، كتير صعبه. اول شيء نحن بدبي عنا منافسه عاليه جدا طبعا. يعني من كونكشن من البراند تدخل لعالم مجوهرات او كذا، كتير صعب كتير صعب. غير إذا أنت كنت عامل شيء خارق بيجيبوك، وأنا هذا اللي عملته. أنا يعني فايتة عرفاني إنه أنا فايتة مطرح ما حدا بينافسني فيه، مو بس ككواليتي ده كونتنت. عندي نوليدج. أنا رحت على إيطاليا تدربت التلفزيون الإيطالي كيف بيع مجوهرات على الهواء. واو. بالرايت شينكوي. لما رحت قعدت 3 شهور هيك تعلمت، فأي سؤال بيسألوني برد بعمل كذا. بعدين دغري رحت على البيج براند ورجيتهم الفيديو، أنا كذا 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 بدي قابل CEO.
قعد شاف كذا انه واو. بس كنت عامله يعني اوكي انا تي في بريزنتر فيني استغل اسمي انه اتصلوا لي بكذا. انا بحب شغلي يحكي عني. طب. وهذا بده صبر كتير وبده مثابره كتير. واجتني خيبات امل وفي ناس حاربوني، في ناس كانوا ضدي، في ناس ما وصلوني. يعني في ناس انا I know they can بالتليفون انه بس يسكروا 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 يسكروا. بس اذا شغلك حلو حيحكي عنك، حيجيبوك لو من اخر الدنيا، حيشوفوا انه هي. يعني الثقة النفس دي بتيجي من فين؟ انا عارف انا عندي اجابة للسؤال ده بالنسبة لي اللي انت حكيتيه، بس ازاي وده من الاول يعني حتى وانت عندك 18 سنة الواحد منين بتجيبي ثقة النفس دي؟ هلا لك انا ما بعرف، من زمان بعشق الميديا. يعني من قلت لك من انا صغيره كصحفيه، يعني شوف وين كنت وكيف صرت. يعني اي دونت نو هالتحول بالمحتوى، بس نفس المبدا انه انا كزي تي في بريزنتر وكذا. من انا وصغيره بدي هيدا الشيء، بس انا ما بعرف كثير برتب امور لقدام. بحس انه في شغلات بدك تتقبلها بالاول حتى تاخذ نتيجتها بعدين. صح. انا ما فيني فوت من الاول كون مدير او عم توب وكذا. انا اشتغلت بالميديا، يعني انا الكيبل بعرف شو اسمه، ما بعرف شو، وبحب شغلي. يعني حتى لما كنت اخلص تصوير ضل بس مع الدي او بي قاعده عم تفرج شو عم يعمل. طب ليه هي الاضاءه عملتها هيك؟ طب شو معناتها هيك؟ طب انا بعشق front of the camera و behind the camera. فممكن نقول ثقة النفس بتيجي عشان انت حطيتي you put in the work، حطيتي الشغل، اشتغلتي على نفسك. يعني انا مثلا لو راح امتحان بكرة وذاكرت كسرت يعني ذاكرت، يعني بقالي شهر عمال اذاكر، اكيد مش هروح الامتحان خايف. صح هبقى واثق من نفسي داخل الامتحان. فحاسس ان هو ده ممكن يقول ثقة النفس. ثقة النفس بالمعرفة والتعلم. أنا تعلمت كل شيء، يعني ما خليت في مثلا صبايا بيكون شكلهم حلو بيعتمدوا 100% على شكلهم. طب إذا الشكل راح، أنا كنت فكر هيك عن جد عم بحكي إنه أول شيء أنا ماني صغيرة، يعني مع الوقت شكلك ما حيبقى زي مثل أنت. واحدة كتير شكلها حلو بعيد الشر وقعت عملت حادث ضربتها سيارة صار شكلك مو حلو. أنا ما عاد أشتغل. أنا كان دائما عندي هيدا التفكير. إذا أنا مثلا ما عرفت أكتب بس أنا عندي صوت حلو، بعرف أشتغل طول عمري بالفي أو بالدوبلاج فأنا بحب كون ما في شيء ماسكني، إنه أنا من وين مع شغلتي حأشتغل، حأعرف أكتب كصحفي. وهذا شيء كتير مهم، لأنه تي في له عمر معين، وفي كتير ناس عندهم بالأضواء صار لك ضرب عقلهم انه انا نجمه وانا مشهوره وانا مذيعه وانا ما طوروا من حالهم. نجموا هذا عمرهم قصير ونهايتهم سريعه لانه ما بيعرفوا غير يكونوا هيك. طب تعي اكتبي كلمتين she don't know how to write script. طيب اوكي انا ما بدي اكتب سكريبت، بتعرفي تعملي كذا، بتعرفي تعملي كذا نو. انا كنت دائما بدي اعرف كل شيء بدور حوالين الكاميرا، ورا الكاميرا، قدام الكاميرا، وكيف بينكتب، والراديو والصوت والساوند افكت وكذا. انا بعشق لانه اقول يوم من الايام ما اشتغلت هي حاشتغل هي يوم من كذا. فكيف اذا عندك خبره كل هدول مع بعضهم حتطلع برودكشن كتير حلو. فصار عندي نوليدج بكل شيء، وكل ما فوت شغله اتعلم بالتفاصيل. اروح عند اهم واحد مثلا دي او بي اقعد معه، شو بدك؟ ما بدي شيء، اتركني انا بس سجل نوتس شو عم يعمل. روح عند صحفيين، دربت عند احسن صحفيين، اتدربت بالفي او عند احسن ناس بيدربوا فويس اوفر. اخذت المعرفه من كل شيء، هيك لما بقعد واثقه. وحاجات كتير دي من يا سماح من فلوسك انت اللي دفعتي عشان تتعلم، انت اللي بتنفستي في نفسك، انت يا تحفه. انا عندي سؤال. قد ايه اهميه ان انت عشان لما كنت شغاله في التلفزيون كنت دايما بتشوفي الداتا اللي بتيجي، قد ايه المبيعات، قد ايه كذا 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 كذا، ده ازاي ساعدك في شغلك لما روحتي تتكلمي براندز ان انت هتعرفي؟ بحس ان في جاب كبير جدا، نقص كبير جدا في الناس اللي شغاله في السوشيال ميديا بالذات، وفي وكمان شركات الايجنسي او حتى انفلونسرز، ان هم بيسعروا نفسهم ومش عارفين هم هيعملوا فلوس قد ايه للشركه، او مش عارفين قد ايه ده ممكن. فقد ايه اهميه ان انت تعرفي ال صح. هلا لك مثل ما قلت لك نحن بلشنا يمكن من اول الناس اللي كانوا يجيبوا احصائيات او الانسايت تبع بعد ما تطلع الحلقه. بلشنا من البيزك، يعني اللي هو قديش انبعت اوردر وكذا وكذا. لما انا بلشت اشتغلت لحالي از انفلونسرز او ماجازين تبعي،
لما صرت اطلب قلت انا اصلا شو بدي بيه، انا ما عم بطلع بيع، انا عم بعمل براند اويرنس. اوكي. سو انا عم بحسب كوست البرودكشن تبعي واسمي، انا عم بيع اسمي وخبرتي. انا ما حروح مثلا، انا صورت بسويسرا، رحت صورت ساعة حقها $1,000,000 أو 370 ألف فرنك ساعة. عاملين هن 10 ساعات بالعالم. لما تواصلت معهم وأخذت مبلغ للتصوير ولكذا ولكذا ولاسمي، هن ما لهم ناطرين سماح تبيع الساعة اللي حقها $1,000,000. هن they want to do this is the brand awareness، إنه عنا collection طلعت ونحكي عن تفاصيل الساعة. حتى ما بيعرفوا شو بدهم يحكوا. أنا قلت لهم نحن حنحكي كذا، أنا حأجي على المصنع حنقول لي الساعة بتاخد تصنيعها 9 شهور، حنحكي عن كل قطعة بقلب الساعة، قطعت على كل سكشن. المفروض يدفعوا لك براندنج كمان الصراحة. يعني مش قلت لهم اعطوني ساعة وأنا طالعة. ده حقيقي. أقل واجب يعني تبني لهم البراند ستوري بتاعتهم. عملت كل شيء اللي استخدموه للفيديو كتير هن. أول شيء بدك تعرف أنت شو عندك مميز. هن بيقدروا يدفعوا ربع المبلغ اللي يعطوني لأي انفلونسر بس تعمل هيك صورة. صح. طب أنا شو هستفيد من الصورة؟ أنا هذه نقطة القوة تبعي. انفلونسر مليان بيعملوا أي شيء لاكجري أو أي شيء ميكس، بس الصورة it's not enough لتحكي. المجوهرات أو الساعات عم بحكي لك $1,000,000 $2,000,000. مثلا أنا اشتغلت مع جيكوب أند كو اللي هو بيعمل أهم ساعات بالعالم، يعني ميسي هو الفيس تبعهم. رحت لعنده صورت أول ساعة عاملين الليمتد UAE، اتصلوا فيني بالاسم سماح تعي صورينا إياها بدبي مول. ما شاء الله. لما تخيل بيج براند عم يحكوا هيك بعد ما شافوا فيديوهاتي بسويسرا، قد ايه انا بنبسط انه انت اول حدا بيصور هاي الساعه. قد ايه حق الساعه $2,000,000. مو قصه مصاري، قصه قد ايه عندهم ثقه فيني، لانه عم يحطوا صور. عندهم انفلونسر تحطي الصوره نوت انف، الصوره شرحت لك شو الكواليتي. ممكن يجيبوا اي حد هم عايزينه، يعني البادجت بالنسبه لهم مش مشكله اساسا. لا ففي نقص يعني النقص اللي هو الشخص المناسب بالمكان المناسب، فهمان شو عم يحكي وعم يشرح بطريقة مبسطة. الصورة حلوة، فيك تجيب توب موديل، فيك تجيب أنجلينا جولي تحطها مثلا لابسة الساعة. طب اشرحوا لي. وكمان أنا ما بدي complicated مثلا، منه تقرير دوكومنتريز ماذا دفعت وطبقات الساعة أنت فيك تعملها ببوست برودكشن، ولا أي حدا جرافيك ديزاينر بيعمل لك إياها. أنت بدك هاي نقطة. أنا عرفت إنه أنا هاي نقطة قوتي. صرت بالأول كنت سوقها، وبعدين صارت الناس تعرفها إنه أنا جاي زيارة أحكي عن المجوهرات اليوم، أنا جاي أحكي عن هاي الساعات بطريقة مبسطة وين موجودة وبنحكي. فكانت هاي نقطة. بس أنا صرت أعرف شو أنا بشو قوية. طب كمان هاي بتدوق self awareness. وعي. exactly. حاسس إن دي من أكبر حاجات. ممكن نتكلم على الحتة دي شوية سماح. نتكلم على، وكنا بنتكلم يعني قبل ما ندور الكاميرات، ازاي السوشيال ميديا وانت شغاله في الميديا كمان، ازاي 99 من الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها على السوشيال ميديا مش حقيقيه للاسف. بالذات انت شغاله في حته اللوكسجري، ودي اكتر حاجه الناس بتتهوس بيها، وبحس ان دي اكتر حاجه فيك، عشان انا عمري ما شفت بني ادمين زي ما انا بتفرج عليهم كده في الحقيقه، يعني طول الوقت زي في الفيديو للاسف. او حتى لو بشوف بتبقى فقره 30 ثانية بتتصور، يعني دي مش حقيقة، يعني فاهمة؟ الناس ما لهم هيك طول الوقت 100%. وبعدين اللي عم يشتغلوا بالميديا أو بالسوشيال ميديا، أنا بحكي لك بالإمارات، ما بعرف أكتر بلدان تانية، بس هن بياخدوا فلوس. هن موظفين عند حالهم أو مع ايجنت مثلا عم يعملوا لهم هيك. أول شيء ما بيستمتعوا. إذا فعلا هن عم يعملوا هذا الشيء منه فيك، هن ما عم يستمتعوا فيه، هن عم يعملوه ليصوروه. بس هل هن مبسوطين عم يلحقوا يشوفوا؟ I don't think so. شيء تاني، الناس منا 24 ساعة مثل ما عم بتشوفوا، هن بيحطوكم جزء كتير صغير من رحلتهم أو من نهارهم، بس منهم 24/7 قاعدين بلاكتشوري لايف ستايل. في خناقات، في مشاكل، في فاتورة بدها تندفع، في ناس عم تتزوج، ناس عم تطلق، ناس عندها أطفال يعني ما في حدا بيكون حياته بيرفكت 24. يعني الملوك عندهم مشاكل يعني. فاللي بيزعلني إنه الناس بتتأثر بهذا الشيء.
هلا مثلا اذا بتشوفوا على الانستغرام صفحتي انا ما بشارك حياتي الخاصه ابدا، انا كتير وكمان اللي بحبه ان انت لما الحاجات اللوكسجري اللي انت بتحطيها وكده، انت مش بتحاولي اللي هو انا جامده جدا انا فظيع، لا انت فعلا بتفهمينا ده ايه، بتورينا جمال الموضوع ده. صح. وده اللي حلو فيه. مو شو اوف. وانا بالظبط عندي في ناس كتير بيعملوا هذا اللي انا بيزعلني، انه نحن ما شو اوف، انا عم ورجيكم خيارات اذا بدكم تشتروا في هذا وفي هذا، وانا عجبتني لانه لونها هيك وكذا وبنذكر سعرها، بس انا فوت شوف حالي عن الناس انه لا، بحسها كتير غلط. مثلا انا عملت انترفيو مع دماس جولري، ما اذا بتعرفون انا اتفرجت على لما عملتيه اتفرجت عليه، كان تحفه اصلا. كان السي او هذا اول انترفيو بيعملها على الاطلاق، ما شاء الله، ما بيرضى ابدا. هو فرنسي اسمه مستر لوك، ما بيقبل حدا، يعني كل حواراته هن ارتكل مكتوبه، بينبعت الاسئله واشبه. اول ما قعد معي وحكينا قال لي انه يو هاف فيري نايس انرجي، وشاف فيديوهاتي تبع سويسرا، قال لي بدي اعمل معك انترفيو. اوكي ثانك يو، اتس ماي بليجر، لانه اول يعني انترفيو بيعملها، هو كتير اسم كبير، يعني اصلا دماس نمبر 1 بجي سي سي. واو. فانا بتعرف المسؤوليه حملتها دبل طبعا. حتى قبل الانترفيو السكريبت بنبعت للتيم عنده تو ابروفت شي 20 مره، بنروح وبنجي لانه انا تارجتينج تبعي جي سي سي، فانا حتى كنت بعمل فيديوهاتي ميكس، انه انا بسأله بالعربي برد علي بالانجلش، بس انا بصور مرتين. واو، تخيل يعني قد ايه بتعب على الشغل. حتى هن بيطلعوا بيقولوا ليش عم تعذبي حالك، بقول له انا هيك بحب. فاللقاء تبعه بيكون الكاميرا عليه، بسأله بالانجلش بيرد علي بالانجلش، بعدين هو بيروح بسأل نفس الاسئله بالعربي. فكره صايعه دي يا عمرنا ما احنا فكرنا بيها. تحفه. ايوه اساسا از تي في، لانه انا تعلمتها بالتي في، برجع بسأل كل الاسئله وكانه هو موجود. وخاصه السي اوز فترتهم صغيره جدا طبعا، مع يعني معي 30 دقيقة بس، تك 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 تك. طب الأسئلة والأجوبة أوريدي متفقين عليها، ما في مجال يتبدلوا. فكذا بعدين بيروح بحط الكاميرات كأنه هو جنبي، برجع بسأل أسئلة بالعربي، برجع ببعتهم سبتايتل إنجليش عربي. وعملت معه تور وكذا يعني ترفي كمية على البرودكشن مش ممكن. وانا بتعب يعني، وانا كل هذا لحالي. فتخيل مثلا مثل ما نحن قاعدين هون، انا بصور بدي اقول لهم لحظه بدي اشوف الكادر، ورجيني هون كادرك هون، اخذ هاي الصوت مزبوط. تخيل كل هذا عقلي وكذا وكذا، فبدي ارجع اشيك الصوت، لانه اذا انضرب الصوت ازاي ما بتتكسفيش يا سماح ان ايه ده، دي ازاي بتعمل ده لوحدها، هي فين، هي ليه معاها؟ لا عندي تيم بس بالعكس انا بستمتع. قلت لك انا اشتغلت وبكل فخر، يعني بكل فخر بقول أنا كل شيء بالميديا بعرفه. وهذا كمان أحيانا الناس لما أحكي مثلا مع برودكشن بدي أعمل معهم أو أحيانا بدي كرو، مثلا أنا يا أبو ظبي ميديا يا دبي تي في بيشتغلوا معي، أحيانا بيكونوا مشغولين، فبحكي مع الناس برا أوت سورس مثلا. فبيحكي معي مثلا هيد اوف برودكشن، بقول له انا بدي الكاميرا كذا، بدي كذا. لا قبل بقول له انا عندي نهار تصوير، بيقول لي اوكي. بقول له قد ايه بيكلفني؟ مثلا 20,000 درهم. بقول له ليش 20,000 درهم؟ بيقول لي كذا، انه انت المذيعه. قال له ايه انا مذيعه بروديوسر. بيقول لي ايه هيك بتكلف؟ قلت له لا. قلت له شو الكاميرات؟ قال لي شو الكاميرات اللي عندك؟ بيقول لي كذا كذا. بقول له ايه بس اجار هي كذا والاضاءه كذا وكذا، وانا بدي هاي الكاميرا سينما وانا طلع فيه اوكي. بقول له بتعرف، قال لي انت وين بتاجري بالعاده؟ بقول له باجر من هي وبعمل. فبهن بيفكروا انه هي بنت كيوت وكذا، انا بس هو البوست برودكشن هيك، وحاعمل كذا وحاعمل كذا وحجيب لك مهندس صوت. ليش مهندس صوت؟ انت ما بتعرف تسمع الصوت لحالك؟ قولي للنجم ده قولي للنجم ده ايه. فكتير قليل الحمد لله، وانا عندي هاي ثقه بحالي، كتير قليل يلاقوا مذيعه هي عندها خلفيه كامله عن اللي عم ينكتب. ولما لما انا بكون عامله كل شيء، بالعكس بكون مأكده كل شيء عم يصير، بالعكس برتاح نفسيا اكثر. يعني يوميها اكيد بكون ستريس انه شوفوا لي الكادر هون كذا. وطبعا اكيد في ناس صرت بيفهموا نمطي كيف انا بشتغل وهي، بس انا بكون خلص عارفانه كل شيء. يعني I control everything، انه بالاسئله بالاجوبه بالاضاءات بالكوادر بالكاميرا. بعدين عندي لونج كاميرا هون كاميرا هون، بنرجع بنقطع بنظبط الاضاءه مره ثانيه كانه الجيست موجود وهو بيكون راح. بعدين بنعمل بمشي انا وياه تور، سواء بالمصنع او بالبوتيك او كذا.
لا بستمتع يعني انا ما يعني متعة عندي التصوير. انت فعلا يعني this is your passion، مهووسه ده هو ده شغفك واشتغلتي في شغفك. بس الحاجه اللي انا حبيتها يا سماح ان انت اخدتي شغفك وهو الكور بتاعه يعني شكله اتغير بس من جوه ما اتغيرش. صح يعني الاول كان في النيوز في كل حاجه، بس في الاخر انت برضو عملتي نفس الحاجه اللي انت بتحبيها بس بطريقه مختلفه. وبحس ان دي حاجه مهمه جدا ان الناس تعرفها. مثلا انا كنت نفسي ابقى ممثل ونفسي اوصل حاجه للناس وابتديت اعملها بس بطريقه تانية مختلفه خالص. فلازم الواحد يعرف هو بيحب ايه، هو فعلا بيحب ايه وعايز يعمل ايه وعايز يوصل ايه للناس. فبجد تحفه يا سماح. اخر سؤال الساعه 9:15. نو واي. ما حسينا بالوقت وحسيت لسه ما حكينا. احنا بدأنا 7، قلت لها احنا ماكسيمم ساعة. بقالنا ساعتين اولموست. اخر سؤال، ايه الفيجن بتاعتك للجولري ريتيلز؟ هلا الحمد لله اوريدي الماجازين عم تكبر اكتر واكتر وان شاء الله في لسه براند. يعني انا لسه ما عملت غير 10% من اللي انا بدي اعمله بالماجازين. البراند على مستوى GCC اشتغلت مع البيج براند بقطر بالامارات. هلا عندي تصوير كمان مع براند بمصر. بحب عزيزة فهمي كتير، هي الايكون تبع مجوهرات مصر. كمان في عندي مع ديما جولري. يعني this is two big brand. لسه قلت لك انا بدي احكي حكايات اكتر وليتر اون. يعني التارجت تبعي انه تسبورت سمول بزنس ديزاينر بافريقيا، بالدول الصغيره اللي هن نساعدهم كيف يطلعوا فلوس من صناعه المجوهرات. ممكن تقول لنا سريعا لو في ديزاينرز بيتفرجوا علينا دلوقتي وناس عايزه تبقى في حته الجولري. هلا اهم شغله انا كتير قابلت سمول ديزاينر او نيو بزنس. يعني قبل ما تو انفست كتير بقطعه المجوهرات they have to invest بالماركتينج. اوكي، هاي مشكله كتير بيلاقوها. يعني بتلاقي البادجت تبعهم كلها راحت على الذهب والقطع اللي عندهم وما عم يعرفوا يسوقوا لها. طب انت لازم تحطي دغري يعني اي برودكت تعملي ان شاء الله ازازه ميه لازم تعملي براندينج وماركتينج، بادجت الماركتينج، لانه نحن صرنا بسوق كبير ومنافسة جدا عالية وفي براندات ذهب عالمية وحتى لوكل وحتى السمول كتير. طب انت كيف حتنعرفي اذا ما عملتي بلان للماركتينج؟ ومو ماركتينج هيك على انه عملت دفعت مبلغ بدك تعرفي انه في سيزن، في اعياد الام، في عيد الاضحى، في سيزن بينزلوا فيها مجوهرات. فيو هاف تو دو ذا سكيدجول للماركتينج بلان تبعك ما تكون مفتوحة. ما تحطي كل الفلوس تبعك بس القطعة. لو عملتي قطعة واحدة سوقي لها مصاري أكتر من أكتر من قطعة. أنا هي يعني صرت يعني عارفاني دائما هاي المشكلة موجودة. بيعملوا مجوهرات كتير وبيقعدوا أوكي حلو البازار حلو، بس ليتر كيف حيطلبوا من عندك؟ وين أنتي موجودة؟ عملتي أكاونت حلو، الفوتوشوت اللي عملتيها لمجوهراتك ظاهرة، ما تعملي كتير كولكشن وتخسري وتعدي. عملي قطعة واحدة مميزة وحلوة with your signature وسوقي له مزبوط. تحفة. بعدين بتعملي بقى مليون كولكشن من بعدها. تحفة. ودي حلقتنا يا جماعة النهاردة. بجد سماح يعني أنا انبسطت جدا 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 وتعلمت كتير جدا. واحنا ممكن نعمل حلقات ان انت بقى تعلمينا عن، احنا ما اتكلمناش اصلا عن المجوهرات، ما اتكلمناش عن اي حاجة اصلا. ما لحقنا بس يلا سون مرة تانية كده. فميرسي جدا ان انت جيتي. لا بالعكس احنا انبسطنا جدا. وميرسي الناس اللي اتفرجت. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تروحوا تعملوا فولو سماح وتتفرجوا على الحاجه وتتفرجوا على الويب سايت. في حاجه اي حاجه عايزه تقوليها يا سماح؟ انا بدي اقول انه ثانك يو كثير لك انك صادفتني. شكرا كثير. وانا بحب يور انرجي بكل الفيديوهات انا بتابعها حبيبي. وبنبسط انك بتعطي هيك سبورت لكل اللي بيتابعوك شباب وصبايا لتشجعهم انه ينجحوا بحياتهم. وان شاء الله نكون اعطيتهم كمان هيك فكره انه اي قصه نجاح بدها وقت وصبر وبدها سنين وفي خيبات امل وفي حلب. اهم شيء اذا عندكم فكره مقتنعين فيها تضلوا وراها. ما تبدلوا انه اوكي ما نجحت هي حنقلد الناس التانيين. اذا عندكم فكره مميزه ضلوا وراها، حتلاقوا كتير ابواب مفتوحه انه تنجح لكم اياها.
بس يمكن مو أول باب ولا تاني باب، يمكن 10 باب ينفتح لكم يكون هو فرصتكم. تحفه. قفلت الحلقه. ميرسي جدا يا سماح، وهي دي كانت حلقتنا يا جماعه، ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه.